السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. برحب بيكم، معكم أخوكم أحمد كريم والأستاذ وليد كريكة من الجزائر. ربي يحفظك. أهلا وسهلا يا وليد. ضيف اهلا وسهلا بك ما اخي أعرفش احمد. أنا اللي ضيف عندك ولا أنت اللي ضيف عندي؟ احنا ضيوف عند بعض. حلقة جديدة النهاردة من برنامج الكرة العربية 1 2 3. ودايما بنصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبنتمنى الخير وبنتمنى النصر لاخواتنا في فلسطين. هنتكلم النهارده على العناوين الرئيسيه. هيكون معانا هنتكلم باذن الله النهارده عن دوري ابطال اوروبا والجوله الثالثه من دور المجموعات. هنتكلم عن الدوري الافريقي والمباراتين اللي حصلوا النهارده. هنتكلم برضو عن الكابتن جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري والسيره الذاتيه وبعض الكلام عليه والهجوم عليه من بعض الصحافه. حلقه جديده ان شاء الله تكون متميزه معاكم، ونكون نقدم لكم حاجه جديده ونتسلى مع بعض وتبقوا مبسوطين مننا. نبتدي بايه يا استاذ وليد النهارده؟ ان شاء الله نبتدي بجمال بالماضي. طب يلا توكل على الله. ان شاء الله يا اخي. يا اخي جمال بالماضي، يا اخي احمد انت تعرف جمال بالماضي صح؟ طبعا مدرب مقدر. هو اتى المنتخب الوطني سنه 2018. ايوه. انت منذ قدوم جمال بالماضي تطور الفريق الوطني صح؟ بس للامانه برضو خليل لوزيتش كان عامل شغل في 2014، بس كان جيل تاني برضو، نكون برضو محقين. جمال عمل جيل جديد في الجزائر. لا هو واسمر عن فوز بكاس الامم الافريقيه بعد غياب مده طويله، كانت تقريبا 29 من سنه. 1990. يعني انجاز كبير خصوصا خارج الارض كمان. مثلا الكاس اللي فوق الارض يا اخي تقريبا ما تعتبرهاش كاس، نهضروا صراحه صح؟ يعني فيها عامل الارض وعامل الجمهور وعامل دعم الحكام ولا لا لا لا. ايوه خصوصا في شمال افريقيا يعني. يعطيك الصحه، كل تقريبا الدول يعملها على ارضه 90% ياخذها هو. دي حقيقه برغم ان كاس الامم الافريقيه لو انت رجعت للتاريخ هتلاقي مش كل الدول اللي نظمت البطوله فازت بيه. يعني لا مش كل الدول، مش كله. يعني تونس نظمتها في 94 وخسرتها، ما كسبتهاش. مصر في 2019 ما كسبتهاش. الكاميرون 2022 ولا 21 ما فازتش بيها. دول كتير نظمتها، كوت ديفوار، دول كتير جدا، بس كوت ديفوار هتنظمها. دول كتير جدا نظمت وما فازتش. لا صح مش صح. شرط يعني، بس اغلبيه 80% من الدول اللي تنظم تاخذ الكاس. يعني كلامك مظبوط. اتفضل صح. قول لنا بقى ايه المشكله. يا اخي نتكلموا على جمال بالماضي. جمال بالماضي يا اخي احمد خاض مع المنتخب الجزائري 57 مباراه. تمام. من سنه 2018. ايوه. منهم يا اخي عنده 18 مباراة ودية. وعنده باقي المباريات مباراة رسمية. يا اخي نتائجه عنده 5 هزائم. ايوه. وعنده 16 تعادل. ايوه. و36 فوز. انت واش راك في هذه الحصيلة؟ حصيلة ممتازة. حصيلة ممتازة، بس احنا عندنا عقدة الخواجة. لازم يبقى خواجة ويقبض بالدولار ويبقى مبسوط وعنده عربية، وهو جاي لنا من القهاوي التشيك ولا من قهاوي فرنسا، ونقتيله يا اخويا وبعدين نتغلب لا مثلا يا اخي من البط الكيني والجاموس. ايوه. هذا المدرب اللي قبله يا اخي. الفوز اصبح حلم والله العظيم. أيوة. حلم. مثلا لما مسك بالماضي الفريق يا اخي اصبحنا مثلا حتى نلعبوا ضد اقوى الفرق ما نخافوش. صراحه راحه. مثلا قبل جمال بالماضي كنا نجيو نلعبوا مباراه يا ان شاء الله نربحوا ان شاء الله كنا نخافوا بمعنى الكلمه. أيوة. لما جاب الماضي مثلا الاخ حسني عبد ربه علق يا اخي واحد التعليق عجبني كثير. قال لهم انا شاهدت مباراه الجزائر ومصر كلها. قال لهم الجزائر بدات بطريقه هجوميه وبدات مسيطره على المباراه، وحنا اعتمدنا على الكرات المرتده. قال لهم ونشكر اللاعبين المصريين اللي ادوا مباراه بطوليه ب10 لاعبين. قال لهم يا اخي وحنا استفدنا اكثر من الجزائر من هذه المباراه. قال لهم الجزائر خاص روتوشات وقليل من الانسجام. قال لهم وياخذوا النجمه الثالثه. قال لهم نتكلموا بكل صراحه. هذا حسني عبد ربه والله العظيم. هذه تعليقه في التويتر تاعو في تويتر. لا علينا. دوك مثلا يا اخي جمال بالماضي عندنا يا اخي في الجزائر. الصحافه هل شعبيه جمال بالماضي يعني تاثرت في الفتره الاخيره؟ مستحيل تاثر شعبيه بالماضي. الجمهور في الشارع بيحب بالماضي بنسبه كبيره. يسموه وزير السعاده في الجزائر. والله العظيم يسموه يعني وزير السعاده. هي مصالح شخصيه من بعض الناس عندكم في الصحافه او في اتحاد الجزائر مثلا الصحافه. نتكلموا على الصحافه الجزائريه مثلا شي واحد حابين يعمل المنتخب الوطني زريبه. اي صحفي يحب يدخل ويعمل مقالات ويعمل لقاءات مع اللاعبين وكل شيء.
مثلا هذا جمال بالماضي ما عندوش هذه العقليه. لكن اتحاد الكره راضي عنه هناك. اتحاد الكره يا اخي احمد مثلا 2018 حكم جمال بالماضي الفريق الوطني، كان مع خير الدين زطشي هذا مؤسس بارادو واشتغل على بارادو، عنده لاعبين كلهم هاجروا لاوروبا، منهم رامي بن سبعيني، منهم يوسف عطال، لا عنده لاعبين كثير، تقريبا كل سنه 5 لاعبين 6 لاعبين يروحوا لاوروبا. انسان يخدم على روحه. كمل الفريق الوطني يا اخي ما عجبهمش. زطشي كان عاطي ورقه بيضاء لجمال بالماضي ما عجبهمش، جابوا يا اخي وراه رئيس اتحاديه كما نقولوا حنايا موه. يا اخي الكاميرون تربحك في بلادك بظلم تحكيمي، الاهلي المصري رفض الحاكم قاسامه، الاتحاديه الجزائريه قبلت الحاكم قاسامه. يا اخي في بلادك يشتروا لك الحاكم اهم مباراه اللي تاهلك لكاس العالم. بس تعيين قسامه ما كانش من الاتحاد الافريقي، تعيين قسامه من الاتحاد الدولي ماتشات كاس العالم. لا علينا تصفيات كاس العالم لا علينا، لا ضغطوا على راس الاتحاديه، قالوا اعمل احتجاج قالوا له يا راجل بلا فايده. فريق في مصر اللي هو الاهلي المصري بالعراقه تاعو. بس انا عايز اقول لك حاجه برضه، ما قبلش هذا الحكم، قال له كيفاه انت ما تعملش احتجاج على هذا الحكم؟ هو قبل هذا الحكم وخسر. شوف يا اخي احمد في الفتره تاع هذا الرئيس هذا يا اخي 3 مباريات في تصفيات كاس العالم، والله العظيم يا اخي احمد، والله العظيم 3 مباريات ارضيه الميدان غير صالحه للاعب في الجزائر يا اخي. هذا في ناس حابين المنتخب الوطني ما يتاهلش وحابين بالماضي يروح. هذه اول حاجه. ثاني حاجه جا الرئيس الثاني، الرئيس اللي بعد الرئيس الفاشل وراء الفاشل، جا الرئيس اللي جا بعد هذا نفس الشيء تقريبا، ما عنده تقريبا ولا اضافه. هذا الرئيس الثالث يا اخي، مادام هذه الصحافه اللي تهاجم في جمال بالماضي تقول بلي هذا الرئيس الثالث راه جيد، ماذا يعني يا اخي احمد؟ يعني ايه؟ يعني هم مش عايزين، هم عايزين يطيروه خلاص. مثلا هذه اخر بداوا في الصفحات هذا الرئيس الجديد القريه الافريقيه واوتيل من اعلى طراز ولا وجمال بالماضي يختار موفر له كل الشروط. يا اخي انا حسب معلوماتي وحسب واش نعرف، رئيس الاتحاديه اذا نعرفوه باللي هذا رئيس الاتحاديه يكون جيد لازم يوفر الامكانيات، هذا واجب عليه يوفر الامكانيات للفريق. والواجب الثاني اللي يقوم به حمايه الفريق. أيوة. حمايه الفريق وشو هذا جمال بالماضي ما جاش، ما عندوش 6 اشهر ولا 7 اشهر من اللي جا عشان كما نقولوا يختبروا بيعمل فيه ثقه. هذا نورمالمون يجي وشو يعطيه دعم مباشره ويحميه من الحكام في افريقيا. نعرفوا افريقيا كامل، انت رئيس الاتحاديه تاعك اذا كان مش قادر يحميك من الظلم التحكيمي في افريقيا، رئيس الاتحاديه تاعك غير قادر، صح؟ الخلل ماشي في المدرب، الخلل في رئيس الاتحاديه. يا اخي كي يكون حاكم يمشي عادي ونخسر، بس الصحافه يا اخي مثلا ضد الكاميرون. طب انت شايف دلوقتي جمال بالماضي مستقبله ايه مع المنتخب، خاصه انت عارف ان كاس الامم الافريقيه المنافسات فيها صعبه، والجزائر ممكن مثلا تصطدم بصاحب الارض او تصطدم بفريق قوي وتخرج من دور ال16 او من دور ال8. هل الجمهور هناك والاعلاميين واتحاد الكوره ممكن يصبروا عليه تصفيات كاس العالم، ولا ممكن يتقوا بيه لو حصل حاجه في كاس العالم؟ هو اللاعبين القدامى، سؤال حلو قوي. اللاعبين القدامى والصحافه ضد جمال بالماضي، هذه تما نتكلموها بكل صراحه. كل الشعب الجزائري 99% من الشعب الجزائري مع جمال بالماضي، وجمال بالماضي كان راح يستقيل، وكما نقولوا حبا للشعب الجزائري ما رضاش يستقيل، وكان راح يروح من الجزائر وياخذ اجور اضعاف 10 مرات و7 مرات و6 مرات، في ابسط الاحوال راح ياخذ اضعاف الراتب اللي ياخذه مع الجزائر. طيب هذا جمال بالماضي ما حبش يروح، دوك هما يضغطوا عليه قالوا له لازم تروح للنصف نهائي كاس افريقيا. انا يا اخي احمد نعطيك معطيات وانت قول لي واش رايك. مثلا جمال بالماضي 2019 ما تاهلناش لكاس افريقيا. 2017 هذا التصفيات الاخيره في 2021 ما تاهلناش ليه لعبتوا في 21 في الكاميرون مع الكاميرون، خرجتوا من دور التمهيد. اول مره ربحوا الكاميرون في الكاميرون ومن بعد شوف تربح الكاميرون في الكاميرون يجي حكم يخسرك في الجزائر بسبب الحكم تخسر في الجزائر. وبطاقه الحمراء اللي خداها بن سبعيني راح يلعب تماس عطاه بطاقه حمراء في الكاميرون تقريبا 5 ثواني. بقى دلوقتي سؤال يا وليد محدد. تفضل. هو لو دلوقتي الجزائر مثلا
زي الدوره اللي فاتت خرجت من الدور الاول لا قدر الله، او من دور ال 16 او من دور الثمانيه، وده وارد. ممكن تقابل فريق قوي. لا ممكن اللاعبين ما يكونوش في نهارهم. ايوه ممكن، هذه مفروغ منها. ايه بقى الموقف ساعتها؟ هل هيبقى معاه فرصه لتصفيات كاس العالم ولا هيطالبوا برحيله؟ هذه اللاعبين القدامى والصحفيين راح يطالبوا برحيله، والشعب راح يقول لك ما يرحلش ويبقى. انا نعطيك دليل يا اخي. مثلا يا اخي احمد، اللاعبين القدامى خلى 5 لاعبين بقاو 5 لاعبين من اللاعبين القدامى. اللاعبين اللي جابهم جمال بالماضي ما كانش لاعب يتجاوز 23 سنه تقريبا، كلهم 18 20 21 23 سنه. انت هذا الانسان هذا 5 لاعبين قدامى مع 20 لاعب جديد. هذو 20 لاعب جديد اللي جابهم هذو صغار في السن، انت في ميزك هذا الانسان هذا المشروع اللي يعمل فيه مشروع عشان يحتل افريقيا في المستقبل ولا لا؟ طبعا اكيد. هذا انسان شغال ويشتغل للمستقبل. وبعدين كمان ما فيش منتخب بيكسب على طول، خصوصا في تقارب المستويات بالفرق افريقيا. لا مستحيل تكسبها مرتين. يعني راجل كسبها 19 يعني من 4 سنين، مش من 10 سنين مثلا، من 4 سنين، مع مده قريبه. فيعني مش مطلوب منه كل دوره ان هو يفوز بيها. مستحيلات السبعه يا راجل، عملتها الا مصر. ومستحيلات السبعه زيد يعملها فريق في افريقيا، نضربها بكل صراحه. دي حقيقه. هي 3 مرات ورا بعضها مستحيلات السبعه. الجيل الذهبي بس الجيل الذهبي مبروك. هذا بوتريكا كان معانا بس مبروك ما شاء الله. بوتريكا يا اخي تحيه. انا قريت خبر النهارده بس مش متاكد منه، ان نصر الخليفي القطري اشترى نادي مانشستر يونايتد وعين بوتريكا رئيس النادي. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله يا رب. يا اخي شوف والله العظيم يا اخي احمد، اللي حاب يتعلم التحليل يشاهد ابو تريكه. والله العظيم ابو تريكه محلل بمعنى الكلمه. راجل ما بيخافش. شوف هذا كلمه حق. ايوه. راجل بمعنى الكلمه. وفي الجزائر يا اخي والله العظيم كل الشعب الجزائري يحترمه، كل الشعب الجزائري يحترمه. وتحياتنا للاخ ابو تريكه، وكما نقولوا قدروا في السماء ابو تريكه، وربي يحفظك يا اخي ابو تريكه. واحسن لاعب عربي انا شفته في حياتي، خلق وتربيه اخلاق لعب كل شيء ما شاء الله تبارك الله، في تصريحاته في تصرفاته في ما شاء الله علاقته بربنا كل حاجه مظبوط. ما الانسان راجل بمعنى الكلمه، راجل راقي بمعنى الكلمه. انت يا اخي احمد مثلا نكملوا على جمال بالماضي. ايوه تفضل. 57 مباراه خاسر مباراه واحده، وان شاء الله المباراتين الجايين اللي راح نصفيهم في كاس العالم يولي 69 ان شاء الله يا رب. احنا نتمناو 59 يا اخي، بمعدل كل تقريبا 12 مباراه يخسر مباراه واحده. كل 12 مباراه يخسر مباراه واحده. معدل عالمي، معدل ممتاز. معدل ممتاز يا اخي. مسجل يا اخي الفريق في وقته مسجل 115 هدف ومتلقي 39 هدف. هذه اقل من هدف في الماتش. في المباريات اللي خاضها متلقي تقريبا 0.7 مباراه في 0.7 هدف في كل مباراه. ومسجل 115 في 57 مباراه، تقريبا بيعدل 1.8 هدف في كل مباراه، 1.9 تقريبا هدف في كل مباراه. ثم في كل مباراه يسجل هدفين ويتلقى في كل مباراتين يتلقى هدف ونص. لا نتائج عظيمه جدا. عنده فارق الاهداف 76. هو دايما كده، كل وطني بيتم محاربته. في مصر في ايام محمود الجوهري في التسعينات كان الجوهري فاز بكاس الامم الافريقيه في بوركينا فاسو، وكان ايامها انت فاهم جيل نيجيريا العظيم كان موجود، والكاميرون. لا كانوا في القمه صح، في القمه. فرغم ذلك خد البطوله من فم الاسد، ونجح انه يوصلنا كاس العالم سنه 90، والبطوله العربيه فاز بيها مره. يعني عمل معانا نتائج كويسه جدا. لا جيدة. ورغم ذلك كانت الصحافه والاعلام بيقطعوا فيه كل ما يخسر ماتش او يتعادل ماتش. فبصراحه دايما المدرب الوطني بيبقى مظلوم في وطنه شويه. لا يبقى مظلوم، المدرب الوطني. انت يا اخي احمد مدرب منتخب مصر هذا الحالي كم ياخذ راتب للشهر؟ بياخد حوالي على ما اعتقد 180,000 يورو في الشهر. 180,000 مع الجهاز كله. لا 140 له هو لا علينا 180,000 يورو للشهر. جمال بالماضي ياخذ تقريبا 54,000 للشهر. ممتاز. انت مثلا بكل صدق لو تقارن المدرب الوطني هذا المدرب منتخب مصر الحالي وبجمال بالماضي، انت تاخذ جمال بالماضي ولا تاخذ هذا المدرب؟ جمال بالماضي طبعا، لانه عارف بواطن الامور وعارف الكره الجزائريه
اكتر. انا مثلا نهار جابوا جمال بالماضي يا اخي احمد، لو جابوا لكم روي فيتوريا ده بعد مثلا جمال بالماضي هيقعد فتره على ما يتعرف على اللعيبه. لا انا مثلا اول مره جابوا جمال بالماضي عمره ولا درب في افريقيا، عمره ولا مسك فريق وطني. جمال بالماضي راح المدرب الوطني بيلعب بقلبه كمان وبروحه. يعطيك الصحه. كل مباراه الصوت يروح له، كل مباراه الصوت يروح له. أيوة. انسان قال يخدم قلبه، انسان راح للدحيل القطري، طلع من الدرجه الثانيه خدا به البطوله القطريه. انما الاجنبي جاي موظف بس، جاي عشان يعطيك الصحه. مثلا هادو المحللين وهاد الصحافه يا اخي معليش، انا نمشي معاه، انا راني معاك يا اخي. نحيو جمال بالماضي اوكي، مادام راح نحيت جمال بالماضي راح تجيب مدرب احسن منه. صح. راح تجيب مدرب احسن منه. كم ياخذ راتب جمال بالماضي؟ الاتحاديه الجزائريه عرضت عليه راتب تقريبا 90,000، هو خفض الراتب بتاعه عشان شوا، عشان خزينه الاتحاديه الجزائريه ما تنضرش. والله العظيم يا اخي احمد، المدرب اللي قبله يا اخي درب تقريبا 6 اشهر، خسرنا كل المباريات خسرناها يا اخي احمد. وشوا طالب الاتحاديه بتسديد اجر 2 قالوا له يا اخي اجرك كبير، وعمل معاه مدربين 2 معاه، وكلهم يا اخي قال لهم لو ما تعطيونيش اجر السنتين كاملين وشوا راح نلجا للفيفا. يقول لك الوطنيه، لاعبين القدامى عندهم الوطنيه، فهمت؟ الوطنيه يطالب بالاجور كامل، والناس اللي عطوها راتب اكبر واخذها تقريبا النصف هذا ما عندوش الوطنيه، هذا ما يحبش الوطن هذا. راك تشوفوا دونك مثلا يروحوا يجيبوا لنا مدرب احسن من بالماضي. انا حسب رايي الخاص احسن من بالماضي انشيلوتي، زين الدين زيدان، مش هيجي غوارديولا. مستحيل. كم ياخذ العام؟ ياخذ 15 مليون اورو، 12 مليون اورو على الاقل. مثلا نفرضوها زين الدين زيدان بصيفته كجزائري، فهمت؟ زين الدين زيدان حتى قال تفاعلوا زين الدين زيدان، مثلا تجيب زين الدين زيدان يحكم الفريق الوطني الجزائري. زين الدين زيدان يجي عشان جزائري ومنا يقول لك اعطيني 6 مليون اورو بمقدار 500,000 اورو للشهر. يا اخي هادو صحافه مجانين، ناس مهابل، واحد يبني للمستقبل واحد يدمر فيه. اختصارا للكل احنا مع المدرب الوطني قولا واحدا، احنا مع المدرب الوطني، لان المدرب الوطني هو اللي بيعرف يفرح الشعب، وهو اللي بيعرف يحقق مدرب وطني عنده امكانيات. نحن مع انجازاتنا كلها مع المدربين الوطنيين، واوفر لينا وفي كل الطرق تؤدي للمدرب الوطني. وانا في مصر نفسي اشوف حسام حسن او اشوف اي مدرب وطني حقق انجازات تمام، يمسك منتخب مصر ونصبر عليه. اللي يقدم الاضافه الوطني، اللي يقدم الاضافه مرحبا به. يا اخي يكون الراتب تاعو اضعف، ويكون يا اخي داخل الوطن، ويكون لغه الحوار معه اسهل وكل شيء، ويتاثر مع الفريق كيما نقولوا يطيح وينوض مع الفريق. يا اخي احنا مع المدرب الوطني، ويحيى المدرب الوطني ويحيى والرجال اللي يخدموا. وكونتر يا خويا الناس هادو اللي عندهم دناءه، عندهم يا خويا يدمروا في الوطن، والله العظيم يدوروا في الوطن. مثلا درك انا يقول لك رئيس الاتحاديه الفندق، رئيس الاتحاديه اذا كان راجل يحمي الفريق الوطني من الظلم التحكيمي، هذا رئيس اتحاديه جيد. بس رئيس الاتحاديه اذا كان ما يحميش الفريق الوطني من الظلم التحكيمي، هذا انا ما عندي ليس رئيس اتحاديه، هذا مجرد رجل يعرف الرياضه وفقط. طيب على العموم احنا زي ما قلنا كده لازم ندعم كابتن جمال بالماضي وكل المدربين الوطنيين، كابتن وليد الركراكي مع المغرب. نتمنى نشوف مدرب وطني لمنتخب مصر ان شاء الله، يرجع الايام الخوالي لمنتخب مصر. ننتقل دلوقتي للفقره الثانيه، هنتكلم على دوري ابطال اوروبا، الماتشات اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا. طبعا حضراتكم عارفين دي الجوله الثالثه في دوري المجموعات. نستعرض مع حضراتكم النتائج. فاز نادي بايرن ميونخ الالماني على نادي جالاتا سراي خارج الارض 3-1، اللي يلعب فيه مزراوي وحكيم زياش. مزراوي في البايرن وحكيم زياش في ايوه طبعا حضرتك في جالاتا سراي. البايرن طبعا لا غبار عليه، نادي قوي لا يشك لا غبار في دوري الابطال، دايما بينافس. نادي انتر ميلان طبعا عاد في السنوات الاخيره ولعب بالفاينل، فاز 2-1 على سالزبورج النمساوي. نادي نابولي فاز خارج الارض على نادي نابولي الايطالي، على نادي يونيون برلين. طبعا نادي نابولي برضه عاد برضه في الفتره الاخيره فاز بالدوري. خدوه لهم المدرب، خدوه المنتخب الايطالي. تمام، وعندهم تيم محترم جدا. نادي الارسنال عاد بقوه، فاز 2-1 على اشبيليا الاسباني. على اشبيليا النصيري مهاجم المغرب. ايوه تمام. نادي ريال مدريد فاز 2-1 على نادي براغا
البرتغالي. براغا سبور البرتغالي. براغا سبور 2-1 خارج الارض. نادي لانس الفرنسي تعادل مع بي اس في الهولندي 1-1. نادي ريال سوسيداد الاسباني فاز خارج ملعبه على نادي بنفيكا 1-0. نادي مانشستر يونايتد فاز 1-0 على نادي كوبنهاجن. من مانشستر يونايتد مرابط. ايوه. نادي برشلونة فاز على نادي شختار 2-1. نادي فاينورد فاز 3-1 على نادي لاتسيو. فاينورد